السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين البنات؟ لاباس؟ اموركم هانية؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم مع فيديو جديد ديال واحد البريوات اللي كيجيو مالحين، تيجيو زوينين بالكامبا. عندي هنا الكامبا البنات، نتوما تقدروا ديروا اي عمارة، قمرون، اي حاجة، طون، ماشي ضروري كاع الحوت. المهم عندي هنا شوية الكامبا، عندي دي شامبينيون نوار، عندي شامبينيون معلب، عندي البنات نص حامضة مصيرة مقطعة، وعندي شوية زيتون، والعطريه ديال الحوت، والعطريه ديال اللي كتباع ديال العطار عند العطار مخلطه، كتقولوا لي عطريه ديال الحوت ديال البسطيله، عفوا عطريه البسطيله، وفي نفس الوقت عطريه الحوت. وعندي تما الثومه محكوكه وشويه ديال الصوجه، وغنحتاج الزبده حتى هي، ونقدر نحتاج صوص مطيشه الا ما جاتنيش حمراء، الا جاتني حمراء ما غنحتاجهاش. المهم بنات، هنا غندير معلقه ديال الزبده، وغندير معاه هذيك الكامبا اللي عندي. راه تبارك الله البنات، هاد شويه الكامبا راه دارت ليا واحد العماره اللي كتيره تبارك الله، حيت هي الكامبا كبيره ماشي بحال القمرون. يعني هاد الكامبا انا غادي نصوطيها في هذيك الزبده، ومن بعد غادي نقطعها قطع صغيورين. المهم البنات، انا صوطيت هذيك الكامبا في معلقه ديال الزبده، وزدت عليها شامبينيون معلب. تقدروا ديروه تقدروا ما ديروش. وهنا البنات غنبقى نقطع في ديك الكامبا قطع صغيور، يعني غنردهم فحال قمرون صغيورين. يعني راه غير هاد شويه ديال الكامبا راه تبارك الله راه دارت ليا عماره كتيره. يعني راه عمرت بها بزاف، جوج مرات عمرت بها المره الاولى وخليت منها شويه، وعاد خليت احتفظت بالعماره، ومن بعد عاودت عمرت بها عاوتاني. المهم هنا درت العطريه اللي وريتكم، فيها عطريه البسطيله وعطريه الحوت والثومه مليحه. صافي البنات، هنا خليتهم تشحروا مزيان، غنزيد عليهم الربيع والشامبينيون نوار. عرفتي البنات، هاد العماره راه جات زوينه، عرفتي بنينه 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 ما شاء الله، جات فيها واحد البنه خطيره، راه ما يمكنش، عجباتنا بزاف، ولينا غير كناكلوا فيها، كثرنا منها كاع في الفطور. هنا البنات غادي ندير الزيتون مقطع، حامضه نص حامضه مقطعه. تقدروا نتوما ما ديروش الحامض ولا الزيتون، اللي ما كياكلش شي حاجه يحيدها، يعني ماشي ضروري ديروا داكشي كامل. المهم غادي ندير شويه ديال صوص الصوجه، واللي عنده الصوص ديال الحوت راه دايره بحال الشوجه، وهي راه صوص ديال الحوت مصور فيها الحوت. تقدروا ديروها، راه كتعطي واحد المذاق حتى هي زوين بزاف. كتزيد المذاق، كتجهد المذاق ديال الحوت. راه البنات بلاصه الكروفيت راه تقدروا ديروا طون، ولا ديروا شي حوت عندكم بياض، ماشي ضروري ديروا هادشي اللي درت انا. صافي البنات، هنا انا كنزيد الشعريه الصينيه باش تاخذ هذاك اللون ديالها، وطيب شويه مع هذا الحشوه. يعني ضروري نصوطيها حتى هي شويه في هذيك الزبيده، ونصوطيها فوق العافيه حتى تشد هذاك اللون، كي كنقولوا هذاك اللون الاحمر. يعني انا ما بغيتش كاع نزيد مطيشه، قلت يا ربي خرج لي اللون احمر. المهم هنا البنات، هذه هي العماره، شوفوها كي جات تبارك الله معلكه وحمراء كيف ما بغيت. ما زدتش لها كاع الصوص ديال المطيشه، درت لها غير شويه الهريسه صافي. انا البنات، انا راه كانت درت البريوات وكيسحاب لي واش الفيديو دايز. ملي جيت نشوف لقيت فيديو كاع ما دايز. شوفوا شحال ديال البريوات درت. صافي ملي ما لقيتش فيديو دايز، زدت كملت معكم هاد جوج بريوات هادو اللي بقاو. حيت البنات كاع الورقه تقطعت ليا، كاع الورقه تقطعت، لانه جبتها وبيتها في الثلاجه. من الاحسن الا كنتو غتستعملوا الورقه، شوفوا كيفاش دايره، شوف. من الاحسن البنات الا كنتو غادي تستعملوا الورقه، ما تجيبوش الورقه وتبيتوها في الثلاجه. من الاحسن جيبوا الورقه في نهارها وخدموها في نهارها. انا عذباتني الورقه بزاف، يعني باش خرجت هاد البريوات هادو، يعني راه ما خرجتهم ب 66 كشيفه، يعني كنلقم وصافي. لقيت الورقه كلها ضاعت ليا. المهم نتوما الا كنتو غتستعملوا الورقه البنات ما تبيتوهاش، من الاحسن استعملوها في نهارها. انا جبتها في الليل خليتها حتى الصباح عاد استعملتها. المهم البنات، هنايا انا راه درت معكم هاد الجوج، حيت ديجا انا كنت استعملتهم الفيديو مطلوق، ما رديتش البال، الفيديو ما كانش مطلوق، ما رديتش البال. ايوا صافي البنات، هنايا راه تبارك الله راه دارت ليا شي 10 ديال البريوات، وشاط ليا العماره بزاف، وخليتها في الثلاجه. المهم البنات، انا ما كنقليهمش، كندخلهم غير الفران. شوفوا واحد اللون ذهبي تبارك الله، وكتجي مقرمشه، راه ما قدرتش نحط عليها يديا سخونه. درت انا غير القياس ديالنا اللي غادي نفطر بيه، وداكشي الاخر درتو في الفريغو. دوك البريوات المعمرين درتهم في الفريغو.
صافي البنات درت هادشي اللي غادي نفطر به انا دابا، وداكشي الاخر من بعد. صافي هادشي اللي كاين. المهم البنات هنايا غنشارك معكم واحد البيتزا اللي كتجي العجينه ديالها زوينه واعره، كتجي رطبه بزاف. سالينا دابا من بريوات ودزت قلت علاش ما نشاركش معكم هاد البيتزا حتى هي. درت هنا مليحه، معلقه ديال الخميره، شويه الزعتر، شويه زيت العود البنات. تقدروا ديروا بيضه، انا كنت كندير بيضه، ما كانتش متواجده عندي بيضه. صافي هنا البنات كنخلط العجينه وتنغطيها ونخليها حتى تخمر. البنات العجينه ديال البيتزا هذه انا راه كاع ما كندلكها بزاف، هي كنجمعها وكنخليها شويه جاريه، كتلصق في اليد، هانتوما غتشوفوها كتلصق في السلوفان، ما كنخليهاش قاصحه، كنخليها جاريه. شفتوها كيفاش دايره؟ ايوا صافي البنات غادي نديرها انا بالطون والفلفله، وغنديرها غير بصوص هادي صوص ديال الطبخ. غنديرها بالكريمه ديال الطبخ. تقدروا ديروا نتوما صوص بيشاميل، تقدروا ديروا صوص طوماط. انا ما كنديرش صوص طوماط بزاف، كاع ما كنستعملها بزاف. ايوا صافي درت هاد صوص بلون صوص بلونش عفوا كريمه ديال الطبخ. موالفه البنات كندير انا غير هذا. مولفه كنصاوب غير البيشاميل وكنديرها بالبيشاميل. مي دابا ما بقاش ليا الوقت حيت درتها حتى بقات شي ربع ساعه تقريبا الاذان، وانا كتعجبني البنات ندير بيتزا حتى ما كيبقى الاذان حتى شي حاجه. عاد كندير بيتزا في الفران باش ناكلوها سخونه. بيتزا ملي كتبرد ما كتبقاش زوينه. صافي هنا البنات درتها في الطاوه كبيره، ثقبتها مزيان، غنخوي عليها هذاك الكريمه ديال الطبخ شويه، راه هي كتعطي بزاف. انا صراحه مولفه كي قلت لكم كندير صوص بيشاميل، غير دابا ما بقاش ليا الوقت. صافي درت هاد الكريمه ديال الطبخ حتى هي راه كتجي زوينه، يعني في البيتزا ولا في لي كيش حتى هما كنديرها في لي كيش. يعني نفعتني بزاف هاد الكريمه، طولات تبارك الله، يعني راه يوميا كنستعملها. صافي البنات هنايا وزعت هذيك الكريمه على البيتزا ديالي. درت هنا الفخوماج، غادي ندير ليها هنايا الفلفله. نتوما تقدروا ديروا فلفله خضراء، فلفله حمراء، مطيشه، البصيله، تقدروا ديروا بصيله مشلضه اللي بغيتو. صافي هنا البنات درت الطون مع ديك فليفله. صافي وغادي نعاود ندير عليها شويه الفرماج، وغادي ندخلها للفران اللي يكون سخون سخون سخون، من الفوق يكون شاعل، من الفوق ومن التحت تكونوا مسخنينه مزيان. صافي من بعد البنات كتدخلوا ليه هذيك البيتزا. انا راه ما دخلت البنات بيتزا حتى الفران، سخنته مزيان باش كطلع البيتزا دغيا كطيب وكتجي محمره من الفوق ومن التحت. زدت انا البنات شي ديال الزيتون. صافي وغادي ندخلها. من بعد هذه هي البيتزا ديالي دغيا، وكانت غير دغيا كتوجد بحال هكا. المهم هنا البيتزا ديالي هانتوما كي كتجي راه عرفتي راه العجينه ديالها رطيبه البنات، لانه درتها جاريه. انا ما درتش العجينه قاصحه، وما خاصش العجينه تكون قاصحه، خاصها تكون جاريه باش كتجيكم هذيك العجينه بحال لاباط ديال الزنقه. شوفوا راه ناجحه 100% هاد لاباط. شوفوا البنات ملي غادي نهز البيتزا باش كتعرفوا لاباط بلي راه ناجحه، هانتوما كتميل معاكم هذاك العجينه. هذيك لاباط ملي كتهزوها كتبان لكم مايله هكا باش كتعرفوا لاباط راها ناجحه 100%. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.